يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البدايه نصلي على النبي الاول عليه افضل الصلاه والسلام. ما تستغربوش من المنظر. دي جبنه موزاريلا على مايونيز على اللي انا بنزلها من الكبه ديت. ده بطاطستين او 3 حلوين. سلقتهم حلو وحطيتهم في الكبه وقطعت عليهم فلفل الوان، نص اخضر نص احمر نص اصفر، وضربت البطاطس في الكبة مع فلفل الالوان. بقت عاملة بالشكل ده كده. هقلب بقى ايه بمعلقة او اي حاجة. هتقلبي بقى البطاطس اللي احنا ضربناها في الكبة اللي انا نزلتها قدامكم مع الجبنة الموزاريلا، اي نوع، بس انا بستخدم المراعي، جميلة جدا في المطة وممتازة. دي اللي ارتحت لها يعني، وحسيت ان المطه بتاعها كويس. اي نوع انت حابه تستخدميه. مع المايونيز حطيت تقريبا 3 معالق حلوين كبار. مايونيز طبعا بيدي طعم جامد. ورشه من الملح، يعني نقدر نقول نص معلقه كده من معلقه الاكل. هنقلب المكونات دي مع بعضها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما رضيتش بقى ايه اسلق البطاطس وكده عشان الوقت الفيديو قدامكم، يعني معروفه طبعا البطاطس بتنسلق ازاي. ممكن تقشرها وتقطعها مكعبات وتحطوها تنسلق، او تغسليها وتسلقوها زي ما هي كده حب سليم. وبعد ما بتسلقيها زي ما قلت لك نضربها في الكبه، هتبقى بالمنظر الرهيب ده. شايفين الجمال؟ الحشوه دي طعمها جميله جدا، حلوه قوي قوي. للي جربها انا عملتها قبل كده معاكم من غير فلفل الالوان في الفطائر اللي هي الكوري ده، ممتازه جميله جدا. انا طبعا هاخد شويه كده في طبق على جنب عادي للاكل لوحده، يعني يعني اكل بالجبنه بالبطاطس كده لوحدها بعيش، يعني لوحدها كده. ودي بقى هخلي بقيه المكونات ديت للحشو بتمط ازاي. جميله جدا وطعمها بص والله فوق الخيال كده. حتى يعني تلاحظوا ان انا مجرباها قبل كده كذا مره. عشان كده هعمل منها وصفتين النهارده معاكم. وصفتين هتشوفوهم، ونقول وصفتين اجمل من بعض. بس كملي الفيديو معايا للاخر. ومش هقولك بقى ما تنسيش اللايك. معايا حته من طبعا انا والعجينه برضو عجناها وعجناها معاكم كذا مره، ما رضيتش اعجنها معاكم برضو. اللي هو زبادي بقى ومثلا الكميه اللي انت محتاجاها من الدقيق. انا عملت كيلو دقيق وشويه للكميه ده عشان انا هعمل وصفتين. عجنتها بشويه من الزيت، شويه من اللبن الرايب او الزبادي. حطيت شويه معلقتين خل، شويه سكر برضو، رشه ملح. عايزه تعجني بلبن ماشي او بميه، انت كده كده هتبقى حاطه زبادي وشويه من الزيت. اعجنها كويس وتركنها لحد ما تخمر. انا جربت واحده في الطاسه، هي جميله وطلعت ممتازه وحلوه وتمام. بس حبيت ان انا اعملها في الفرن احسن، عشان ايه تتحمر كده من فوق ومن تحت براحتها، ويبقى الحمار بتاعها حلو كده. فاهمين قصدي؟ في الفرن طبعا بيبقى اجمل. فانا بفرد العجينه وبحط شويه من الزيت على الرخامه عشان تسهل معايا الفرد. وافتح العجينه شويه زي ما انتوا شايفين واحط. عايزه تقللي الحشو ماشي، عايزه تكتري ماشي. بس انا كده كده كنت عامله حشو بالزياده. فالتقفيل بالراحه بقى، شوف لمي كده ايه. حاولي تشدي في العجينه، ما شاء الله مططه وحلوه معجونه حلو. شدي بقى بالراحه كده زي ما انتوا شايفين كده. حاولي تشدي وتقفلي من فوق بالشكل ده. اظن انتم ملاحظين ان العجينه مش يابسه، يعني طريه حلوه يعني. انا بعد كده قللت الحشو شويه عشان ان انا اقدر اتحكم فيها اما اجي اقفلها. انا مصممه ان انا برضو ايه مخليش حاجه منها باينه، بس طبيعي الحشوه لازم تبان يعني ايه. هي مش لازم، بس يعني لو بانت برضو مش هتضر في حاجه يعني.
بالشكل ده برضو. دي اللي انا حطيتها في الطاسة، تاخد لون من تحت اقلبها على طول. عايزين تعملوها في الطاسة بالشكل ده عادي، انا قبل كده عملت الفطاير معاكم بالشكل ده في الطاسة برضو، عملتها معاكم وكانت جميلة جدا وطرية وحلوة. اللي يريحكم يعني، عايزة تعملها في الطاسة ماشي، في الفرن برضو ماشي، كده شغال وكده شغال. بتنشال بسهولة طبعا. انت بتدهني الصينية برضو شوية من الزيت تحت، بضغط عليها بس بالراحة كده، تعملي حساب برضو ان هي هتخمر وهتزيد شوية. احط برضو شوية من الزيت، حطت التانية برضو اهي قدامكم. لاحظوا ان البطاطس مع الجبنة فيها مطة كده. طبعا لما قللت الحشوة شوية بقت بتتقفل معايا سهلة اهي. خدي من تحت على فوق، اسحبي من تحت على فوق، هتقفل معاكي سهل جدا. دي اتقفلت بسهولة برضو اهي. الوصفة التانية بقى، طبعا التانيين بقى ايه كنت حطيتهم في الفرن، عملت 4. الوصفة التانية العجينة اللي فضلت معايا فردتها في صينية زي ما انتوا شايفين كده. العجينة انا حاطه عليها زعتر، اللي هي في العجينة دي زعتر جاف. هحط بقى انا بقيت ايه الخلطة بتاعت الجبنة الموزاريلا على المايونيز على البطاطس، وافرد بقى كده بالراحة كده، وتحطها في الفرن بقى وتاكلي بقى حاجة كده يعني فوق الخيال، جميلة جدا. افردي بالراحة بقى كده واحدة واحدة. عادي لو ممكن مثلا تحطي العجينة دي شوية في الفرن حوالي ربع يعني 10 دقايق كده، على ما العجينة تنشف شوية وترجعي تحطي الخليط فوقها عادي. ده هتطلع ده نفس النتيجة وده نفس النتيجة. انا كده فردتها قدامكم اهيت. هبتدي بقى اسوي الصينية حلو. في الخطوة الجاية بقى هجيب شوية زيت على ايدي، وهحاول ان انا ايه يعني ادهن وشها كله زيت عشان يحمر معايا ويبقى كويس. انا كده لسه ما حطيتش زيت. شايفين الجمال وشايفين الشكل، ما شاء الله جميلة جدا وطعمها جميل يعني. شايفين؟ هدهن بقى وشها ايه شوية من الزيت. طبعا دي طلعت من الفرن اهيت. هجيب حتة مكعب زبدة وهدهن وشها، هتطريلي وشها وهتخلي وش الفطائر يعني ايه فيها لمعان كده زي ما هتشوفوا دلوقتي. الخطوة دي برضو اختياري، بس انتوا تلاحظوا اللي اندهنت بالزبدة، شوفوا اللي اندهنت وشوفوا التانية في فرق برضو. كده انا دهنتهم. هبتدي بقى اشيلهم من الصينية، لسه سخنة جدا على فكرة. حاجة
حاجات حلوة مش مكلفة وطعم حلو، وزي ما بيقولوا كده يعني مغمسة نفسها، حشوتها في قلبها. مش هتحتاج حاجة غير طبق مخلل جنبها كده، ليمون او خيار، ليمون معصفر او خيار، طبق شوية كاتشب كده، يعني حاجات من دي جميلة. شايفين هي طبعا شايفين السخونية، البخار طالع ازاي، جميلة. جربوها وقولوا رأيكم، هي بجد جميلة جدا. دي لسه طالعة من الفرن اهيت، الصينية التانية هتطلع. طبعا هي لو في الطاسة مش هتلاقيها واخدة اللون ايه ده فوق زي تحت، انما في الفرن يعني الفرن حلو برضو، يعني الحاجة بتاخد، يعني التسوية بتاعتها بتاخد براحتها كده في الفرن. والطاسة جميلة برضو، انا عملت في الطاسة الرقاق الفلاحي فيها، وعملت الفطائر دي كذا مرة في الطاسة، جميلة. الصينية التانية طلعت اهيت ما شاء الله، شايفين اللون بتاعها ده بقى طعم بقى ما شاء الله. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا له لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. جربوها وقولوا له رأيكم. طبعا دي برضو لسه سخنة، هي من فوق البطاطس مع الجبنة مع المايونيز سايحة، يعني ايه لسه برضو سايحة، هتشوفوها دلوقتي. هبتدي برضو اطلع برضو كده قدامكم اوريها لكم اهيت. شايفين الجبنة الحشوة اللي فوق سايحة ازاي، ومن تحت ما شاء الله واخدة لون حلو، جميلة وطعمها جميل. جربوها وقولوا له رأيكم. ما تنسوش اللايك، واللي بيتفرج عليا لأول مرة مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب في رعاية الله. وادي الصوص اهو لوحده، الشوية اللي انا عينتهم على جنب، شلتهم يعني على جنب. ربنا يحسن ما بين ايديكم في رعاية الله. مع السلامة.